لو لسه هتبدا في مجال الجرافيك ديزاين، اول خطوه لازم تعملها هو تحديد نوع التصميمات اللي هتشتغل عليها. يعني لو اهتمامك بالتصميمات الدعائيه زي البروشورات، البانرات، او حتى تصميمات السوشيال ميديا، فالفوتوشوب هو البرنامج الاساسي. اما لو كان اهتمامك بالبراندنج زي اللوجوهات او تصميم الهويه البصريه للشركات، فالإليستريتور هو البرنامج الانسب. مهما كان الطريق اللي هتبدا بيه لازم تكون جاهز انك تتعلم البرنامج التاني، لانك غالبا هتحتاجه مع الوقت. تجربتي الشخصيه بدات مع الفوتوشوب في الجرافيك، ولما انتقلت سنه 2008 لتصميم المواقع للاسف ما كانش فيه برامج متخصصه زي الاكس دي والفيجما، فاضطريت ان انا استمر بالفوتوشوب لحد ما البرامج دي ظهرت سنه 2016. نقلت واستخدمت برنامج الاكس دي، ولما بدات في تصميم المطبوعات سنه 2011 لقيت ان انا محتاج اتعلم برنامج الإليستريتور. وكان الدرس المهم ان اداه واحده مش كفايه، ولازم تتعلم باقي الادوات علشان تكتسب مهارات اكتر. علشان كده لازم تختار المسار المناسب ليك وتتعلم الادوات اللازمه بشكل كامل قبل ما تخش في اي مسارات تانية. لو لسه مش عارف تبدا منين، تابع الفيديوهات الجايه. شكرا جدا ليكم.